لا أعرف كيف تتكلمون الآن عن المجتمع المدني بعد 40 سنة من النزاع. بالنسبة لي سي تروطار. المجتمع المدني كان يكون خدم 40 سنة، خليته حتى فات 40 سنة من النزاع وقلت لنا يلا نجيبوا المجتمع المدني وخاصته يؤدي دوره. نظن أنها جات متأخرة، رغم أن المجتمع المدني هو عنصر فعال وأساسي في تقارب وجهات النظر عبر فتح الحوار. وتكلم الأستاذ نوفل عن الخطاب السياسي. المشكلة هو مشكلة الخطاب السياسي الذي تستخدمونه. أنا واحد من البوليزاريو أمامكم وأدافع عن وجهة نظري، ماني مرتزق، ماني محتجز. أنا كانوا معي الناس هنا معكم في قليميم وفي الطنطان، داروا معنا المظاهرات 72 ودرنا المظاهرات قدام السلطات المغربية وقلنا لهم بالكفاح والسلاح نفدي الصحراء بالأرواح، عاونونا باش نحرروا الصحراء. السلطات المغربية شدتنا وعطاتنا الهراوة وقالت لنا روحوا الصحراء حروها هنا، المغرب ما يديروناش فوضى. مشينا نحنا وعدنا البوليزاريو وجانا القذافي وعطانا أمواله الطائلة وبعدين احتضتنا الجزائر. إذا من اللي مسؤول؟ السلطات المغربية هي التي لعبت دورا أساسيا في خلق البوليساريو. الأخطاء ديال النظام المغربي وأخطاء القوة السياسية في المغرب هي التي ما صنعت البوليساريو. لو كانت الحكومة المغربية والأحزاب المغربية لما كنا نستدرجها ونترجها في الرباط وافقت على مساعدتنا ما كناش نروحوا الجزائر. أنا حملت السلاح ضد إسبانيا 1973 يشير، لا أعرف الجزائر أبدا. وضعت قلمي هنا في الثانوية في سمنة تشفين وبدلتها بقنبلة وبدلتها ببندقية لأضرب الاستعمار الإسباني، وخرجنا من أجل تحرير الصحراء. لكن النظام المغربي دحانا الصحراء، لكن النظام المغربي دحانا باش نطيحوا في يد ليبيا وبعد ذلك في يد الجزائر. والإنسان لما يساعدني ويعطيني الأسلحة ويعطيني الذخيرة ويعطيني ويعاونني ليس من أجل الحروف بلا مجاملة بلا مزايدة. في الوقت الذي تحول النزاع في الصحراء الغربية إلى عملة مقايضة في إطار الصراع ما بين المغرب والجزائر من أجل الهيمنة على المغرب العربي، في وقت تحول فيه النزاع حول الصحراء الغربية إلى متاجرة لكل الانتهازيين وكل السماسرة وكل المنافقين وكل أولئك الذين يضحون ويعانون ويتاجرون بمعاناة دماء ودموع وآلام الشعوب المظلومة سواء في المغرب أو في الجزائر وفي قيادة البوليزاريو. هذه حقيقة واقعية نحن أعلناها. نرجع للخطاب السياسي. التلفزة الجهوية اللي مديرها معانا في العيون باعتبارها تلفزة جهوية فعلا كانت عندها صدى ممتاز للرد على خطابنا في البوليزاريو، خصوصا أنني لما تأسست التلفزة الجهوية أنا كنت بتحمل دعاية في البوليزاريو. وأتذكر على أنه لما تم تأسيس هذه التلفزة أول شيء بدأوا به استضافة ضحايا حقوق الإنسان، يعني أصحاب قلعة مكونة واقدز، وهذاك عطى ضربة بدون ما تشعر ولا يشعر مدير التلفزيون، عطى ضربة قاتلة للجزائر والبوليزاريو، لأنها أظهرتهم على أنهم ديكتاتوريون حتى لم يسمحوا لمن كان معتقلا لديهم أن يعبر عن رأيه. في الوقت اللي في المغرب في التلفزة رسمية ضحايا وكانوا يعذبوا وكانوا تحت السلطات المغربية ومعتقلين يوقفوا ويقولوا احنا ظلمنا وتحبسنا وتعذبنا وندارنا. في الوقت اللي أنا كنت أحد السجناء المسجون في البوليساريو ما كنت أقدر نفتح لساني عن نتكلم عن السجن. بدون تشعر التلفزة الجهوية أدت خطاب سياسي مقنع، أدى ضربة قوية لا ترحم لا للجزائر ولا قيادة البوليساريو. ومنذ ذلك الوقت الجزائر دفعت الملايين وعبر إسبانيا لكي نؤسس تلفزة الرابوني التي هي موجودة الآن للرد على هذا المجهود الذي تعتبرونه بسيطا والذي يسمى تلفزة العيون. إذا الخطاب السياسي كيف قال الأستاذ، الخطاب السياسي يجب أن ننظر إليه بتمعن. لا هذوك اللي في المخيمات ما تكونوش غالطين، ماهوش محتجزين وماهوش مرتزقة.